السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى حبيت أجيب لكم تركية سهلة وبسيطة، واللي عارفني وعارف إن أنا بحب أسجل معاكم أي فيديو ما بتبلش فراخ واشيلها في التلاجة أبدا. أنا مش من هوايتي إن أنا أتبل فراخ واشيلها في التلاجة، بتبقى بعضم بقى وكده، وأنا مش بحب بصراحة التركية دي. فطبعا زي ما احنا شايفين التركية دي حواوشي فراخ. حواوشي فراخ تحفة 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 الى ابعد الحدود. انا جربته زي ما انتوا شفتوا، سويته كمان وكان طعمه رهيب. وهتضاعفي الكمية وهتعملي من كيلو بانيه هتعملي كذا حاجة مع بعض. لو انتوا اسرة مكونة من 5 افراد هتقدروا تاكلوه، لو كل واحد هياكل 2 هيقدر ياكله برضه. طعمه حلو جدا، تقدروا تاكلوه لوحده ساده مش جنبه اي حاجه، تقدروا تحمروا طاسه بطاطس جنبه، تقدروا تحطوا شيبسي، تعملوا سلطه، تقدروا تعملوا مكرونه، اي حاجه هتنفع. كمان عملت كفته الفراخ الرهيبه دي، كفته الفراخ ملهاش حل، تحفه تحفه تحفه. بصراحه ما جربتهاش لسه في السوا، بس هي طعمها جميل مش هتخس. وزودتها بمكون ما اتضربت، ما تخطرش على بالي العفريت. ما تقوليليش ليا، عشان الليا مش هتنفع، الليا هتقلبها حاجة سكة تانية خالص. الليا يعني دهون. شايفين دي شايفين الشريحة الصغيرة اللي انا هحاول ان انا اقطعها؟ عارفين الدهون اللي كنا شايلينها من اللحمة؟ الدهون الصغننة دي اللي مكتلة في بعض شبه النفوس دي، كنا شايلينها مع بعض في كيس لوحدها، وفيها كم عرق كده من اللحمة. جبت حتة زيها برضو، انا بكونها في اكياس كده في الفريزر. جبت حتة زيها صغيرة كده اختها بالظبط، وفرمتها، اتفرمت معايا وزي الفل. اسيبها لوحدها كده مش هتعمل لي اي حاجة. قلت خلاص ادام اتفرمت وزي الفل، مش بتكتل وتقطع عروق كده يعني ما تتفرمش، لا الحمد لله اتفرمت معايا وكانت زي الفل. بس اهم حاجة ان انا قطعتها بالمقص. بصراحة المقص بيسهل عليا كل حاجة. البصل انا حطيته من غير ميه خالص، والفلفل احطه من غير ميه، بس الفلفل معرفتش اصفيه، بس صفيته بقى صفيته بالمصفى. اسهل حاجه كنت بصفي بايدي، بعدين قلت لا، جبت المصفى وصفيت فيها على طول. البانيه بقى ده كيلو مغسول بالملح والليمون وزي الفل، ملح وليمون وميه، ومش بحط اكتر من كده. نقعته حوالي 10 دقايق، ان انا كنت مطلعه قبلها بيوم بره التلاجة، وبعدين لقيت نفسي مش هعمله، حطيته على الرف ان هو ملحقش يفك. فبرضو غسلته غسلة كويسة. لو انا لسه جايباه انا بغسله بسرعة يعني مش بنقعه، لكن لما بكون جايباه وشايلاه في التلاجة مش بغسله وبطلعه، بستخدمه كده وبنقعه بقى على طول. يعني بنقعه شوية، هيجي 10 دقايق ربع ساعة، بسيبه يتنقع حبة حلوين، ملح وليمون، مش بحط عليه مية ولا اي حاجة. بس وحطيته كده، قطعته وحطيته كده. كنت بقول لكم ان انا حطيت بصلتين كبار او بصلايه كبيره، بصلتين وسط او بصلايه كبير، بيكون تحفه في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي، صدقوني لما تجربوه هتحبوه، طعمه جميل 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 فوق الخيال، وريحه تحفه، والتوابل سهله ومتوفره في كل الاماكن. اقول لكم لما نيجي نحط التوابل، بس اهم حاجه نضربها كويس ونشوفها ضربت كويس ولا لا. بصوا تسمخ معايا كده ومطبعه زي الفل. ليه؟ عشان انا ما حطيتش فيها ما حطيت. شكليها بقولك بالطريقه اللي تعجبك. بصوا هتشكليها برجر شغاله، هتشكليها اي حاجه شغاله، شكليها بالطريقه اللي تعجبك. انا عملتلك العجينه وانتي لعبي فيها زي ما انتي عايزه. شايفه العجينه دي زي ما هي كده من غير توابل. تقدروا كمان تعملوها كفته برز، وتقدروا كمان تعملوها برجر، بس لو عملتيها برجر هتزودي لها مكون سهل وبسيط، هبقى اعملها لكم في فيديو. برجر الفراخ من اروع الحاجات اللي ممكن تعمليها. على فكرة الحاجة اللي انا بعملها
معاكم في الفيديو بيكون فيها مكونين انا مش باكلهم على مدار الشهر، ممكن تفيد معايا للشهر اللي بعده، ممكن الحاجة عشان كتيرة تفيد معايا للشهر اللي بعده، شهر بيشيل شهر. ففي حاجات تانية ببقى محتاجاها مثلا بنجيبها. وهقول لكم واحدة واحدة النظام بيمشي ازاي عشان تقدروا تستفيدوا وتاخدوا افكار تنفعكم. انا نسيت وكنت هحط التوابل وكل حاجة على المية بتاعة البصل ومية الفلفل، بس ايه يعني قدر الله ما شاء فعل، لحقت نفسي وعملت كده على طول، شلتها على طول وحطيت بقى بابريكا وفلفل اسود. طب انا عايزه احط توم بودره وبصل بودره وشغلانه بقى، وافتح كل برطمانات. طب انا لابسه الجوانتي، طب هعمل ايه؟ قلت طب انا هقلبها، وانا بقلبها كده انا هعملها كده وخلاص عشان ميبقاش فيها توابل كتير كده وتجزع النفس. بالعكس، اما حطيت بقى المكون الرهيب ده، انا مش عارفه شاورتلكم البرطمان انتوا شفتوه ولا لا. انا حطيت كنور اللي هو توابل الكفته من كنور، كانت عندي، كنت جايبه الفيجيتار لو تفتكروا والبشاميل وخلطه الفيجيتار والكلام ده كله كان في علبه، فعندي بقاله فتره كبيره جدا، فقلت استخدمه بدل ما هو مركون، وانا بصراحه مش بستخدمه خالص، قلت اجرب. فلقيتها قضت الغرض، وريحه حلوه ونكهه جميله وطعم خفيف، مش مضيعه طعم الفراخ خالص خالص، وطعم تحفه تحفه تحفه. بصراحه انا منبهره بيها، عشان كده عماله اقول لكم الطعم تحفه، ان انا دقتها، لما تدوقوها هتصدقوني. طبعا كلنا عندنا كبه في البيت، معظمنا يعني، او عندك مطحنه، عارفه المطحنه الصغيره دي، طحني فيها حبه بحبه بتبقى خرافه وزي الفل، وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي تعقيدات. شايفين مفتله ازاي؟ تدعكي فيها وتديها بوكسات. اهم حاجه بصوا، دوخوا التوابل، دوخوا التوابل، التوابل تتقلب كويس. حابين تضربوها مع البصل اضربوها، بس انا لا، بحب اضرب كل حاجه لوحدها كده عشان كلها تتبل مع بعضها، تاخد تتبيله واحده. اللي حابب يتبل حاجه حاجه مفيش مشكله. بص عشان انا بقى عملت الصباع ده بصراحه، فما كنتش عايزه انزله من على ايدي، طلع مظبوط تمام زي الفل. هسيبه زي ما هو. فردت كيس على الطبق في السريع كده، وبيكون تحفه. الكيس بيسهل عليك ان انت تخرجيها. لو تاخدوا بالكم وانا بعملها كده كنت ببل ايدي حبه زيت بحبه زيت. بصوا بقى انا عملتها ازاي، بقت ايه مبصمه كده، كاني صوابعي اللي معلمه فيها، بس انا عاملاها ايه بحلقه الصوابعي الاتنين اللي هو الرابع والخامس، يعني بكلوة ايدي كده، وقفلتها كويس زي الفل. والكفته ما بتفكش معايا وطالعه جميله. اما اجي اسويها بايه، احطها في طاسه او في صينيه وادخلها الفرن. احطها في طاسه معاها نقطه زيت واسويها. لو في الفرن مش حابه تسويها كده عادي، تقدروا كمان تحطوا فحم وتحطوا شبكه وتحطوها عليها، هتستوي برضو، هتبقى حلوه زي الفل، متماسكه، ما بتنزلش اي دهون على فكره، متماسكه جدا. ان انا حطيت حته صغيره قد مكعب الايد، يعني عارفين بصلايه حجم وسط كده، هي حته زيها كده، هي دي اللي انا حطيتها. كام جرام بقى وتفاصيل لا بصراحه مش عارفه. اهم حاجه ميه البصل وميه الجزر وميه الفلفل ما تحطيهوش، عشان ده بقى الحواوشي هضاعف كميته، مش هضيف عليه اي حاجه بصراحه. انا هضاعف كميته بالشكل ده وهقلبه كويس جدا. انا بصراحه بقيت احب البس الجوانتي، ان البصل بصراحه بيلزق في الايد، مهما اغسله بيلزق في الايد. وعندي في الصابونه اللي هي الاستانلس، ورغم كده بتطير الريحه بصراحه، بس بتشيل ريحه الزفاره. البصل ما بتشيلش ريحته، مش عارفه ليه. عملت بقى رغيف حواوشي حلو كده، اعمل واحد كمان. بصوا بفتح العيش ازاي، انا ما بهدرش العيش بصراحه، لا بقطع حته منه ولا اي حاجه،
يعملوا كده يا اما اعمله نصين. جدتي ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر بتعمله كده. انا مش بقول جدتي، انا بقول ستي بصراحه. بتعمله لنا بقى انصاص كده، خرابي على الجمال. شايفين النص ده كده؟ بتعمله لنا كده انصاص كده وبيبقى حلو قوي وبيكون جميل. بصوا انا عملت ايه، عملت ربع. انا هودي دي فين؟ قلت والله لا انا حطاها زي بعضه كلها هتتاكل وهتطلع حلو. وكمان ده انا حطيتها في كيس لوحدها. تعالوا شوفوا بعد ما حطيتها في كيس لوحدها عملت فيها ايه. الحته الصغيره دي اللي جوعتنا واحنا اخر الليل، بس طبعا مش هينفع ان احنا ايه ناكلها، يعني هناكل منها ندوقها، لكن ان احنا نقوم بقى نسوي وناكل لا بصراحه مش هينفع. الحواوشي مش عايز يتاكل كده، عايز جنبه مكرونه او بطاطس، او مثلا جنبه سلطه بقى وحركات تانية عشان لما يتاكل هيبقى حلو. بقول لكم عدد صوابع ايديكم عملت الاسره 5 ايه افراد، تقدر كمان تاكله ويوفر معاه. ده كان نص كيس، انا كنت واخده نص ونص التاني كنت واخداه استخدمته، مش فاكره استخدمته في ايه، عملت بيه حاجه يعني، فما رميتش بقيته بصراحه، شلته. بصوا انا قفلت الكيس ده، هو صغير كده مش كبير، قفلته وحطيت عليه طبق. ان انا عايزه احط الطبقين فوق بعض يبقى ايه، يبقوا كويسين. انا عملت هنا 14 صباع من الكفته، 14 صباع من الكفتة. تقدروا تعملوا كفتة فراخ وكفتة لحمة جنب بعض وتعملوها عادي جدا، بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل وزي الفل. شايفين كمان التركاية البسيطة دي طبعا من لمسات ايد ندى. قلت لها تعالي يا ندى نجرب، قالت لي نجرب يا ماما. كنا عاملين حواوشي، طبعا كنا عاملين الحواوشي بقى اللي صورناه معاكم وكنا عاملينه، كان في بقى ايه التركايه الصغيره دي ودقناها، كانت في منتهى الجمال وسويناها. بصراحه انا سويتها زياده عن كده، هي كده سواها بيكون جميل وفاتحه وزي الفل، بس قلت بقى ما اضمنش برضو سواها هيكون ايه. بقول لكم هم حبه الزيت اللي كانوا موجودين ما يعني هم تقريبا خسوا كمان، ما نزلتش اي دهون. بصوا عاملين ازاي، ما نزلتش اي دهون رغم انها هي حتى صغيره، بس مليانه لحمه الحمد لله مش فاضيه. اهم حاجه المصداقية في فيديوهاتنا، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم ويبقى زي الفل. بصراحة كان سخن قوي ما كنتش عارفة اقطعه، فقلت اما ادوق. تحفة بقول لكم، سخن وتحفة، هو مش عايز يتاكل غير وهو سخن كده ملهلب، جميل 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 جدا. بوريكم كمان الورقة اللي طلعت عليها، هي كان مطرحها حواوشي ان الولاد كانوا بياكلوا وكان مطرحها حواوشي، فهي اصلا كانت مش شاربة زيت. ان شاء الله اشوفكم بخير في فيديوهات جديدة احسن واحلى.